يا هلا وكل الغلا حبايبي متابعين مطبخ الخاتون وبناته. اليوم وصفتنا هي الباذنجان الملفوف. طبعا هذه الوصفة ماكو عزيمة إذا ما يكون هذا الطبق موجود، يعني في شكلها حلو وعملها يتطلب بعض الأمور، بس يعني بالعزايم ماكو عزيمة احنا نسويها إذا مو لازم أكو تبسي باذنجان الملفوف. المقادير: أحتاج إلى باذنجان يكون طويل، لازم يكون باذنجان طويل زين، تملحيه وتقليه. فلفل حسب الرغبة طبعا، انا هنا سويته حمسة بسيطة. هذا خاله بصل مبروش وثوم مبروش وكذلك قرفز. لحم حسب الكمية اللي انتو بيها، يعني هذه قريب 200 غرام. احتاج الى الصوص الاحمر، معجون ودبس فليفله. هذا البهارات الكاري راح احطها باللحم مع الملح والفلفل، هذا اختياري. هذا انا من راح احمس الجدر مال الصوص الاحمر، راح اخلينه، انا تعرفون احب الحراره. اول خطوه راح اسويها هي انه هذه العجينه راح ابدي، القيمه راح اضيف لها البصل زين، وراح اعجنها، احط وياها خاشوقة من البهارات طبعا انتوا اللي تريدوها زين، وفلفل وملح، واحط خاشوقة واحدة طحين، بس خاشوقة واحدة طحين. اي حبايبي شوفوا هسه انا حطيت الطحين اقل من خاشوقة، والبهارات والبصل والثوم المجروش وكذلك المبروش عفوا، وكذلك عندي البهارات. تحبون تريدون بس فلفل اسود، انا احب الكاري بهاي الوصفه. راح ابدا اني اعجن بيها. طبعا اكو طريقتين لهالشي، انه نقلي هاي الكبابات اللي راح اسويها او اخليها مثل ما هي. انا راح اسويها مثل ما هي، طبعا نفس الشي ماكو اي تغيير، بس حتكون عندك اكثر صحيه، لانه كافي تقلى، لانه احنا الباذنجان مسوي تقلى. طبعا تقدرون تسوي بالقلايه الهوائيه، بس ما راح يعطيها هذا الشكل. يعني انا مسويه بالقلايه الهوائيه، بس شكلها ما حيكون ولا طراوتها حتكون بهذا الشكل. هسه انا راح ابدي اشكل الباذنجان واخلي اسوي الصوص الاحمر. شويه اني من الفلفل الحار، وهاي المعجون ودبس الفليفله. طبعا هذا كله اختياري، الفلفل ودبس الفليفله اختياري، بس انا احب الحراره اللي تكون هنا. أنا عندي راح اضيف شويه مي، ما حطيت دهن. ليش ما حطيت دهن؟ لانه الباذنجان دهين، وانا ما اريد ازيد كميه الدهن بالتبسيم، فخليتها بس حسوي الصوص الاحمر، صوص معجون الطماطة ودبس فليفله فقط بالماء، وراح اضيف له الملح وقليل من الفلفل الاسود، وهذا هو. اخليه يفور، لازم اقل شيء اخليه على مود اسوي صوص. يعني هاي التكات المهمة، اذا تريدين تسوين صوص احمر لازم اقل شيء يتخلى على النار 3 ساعة. بعد 3 ساعة يلا تقدرين تسقطين بيه تريدين باذنجان، تريدين شجر. فالصوص من القواعد الأساسية لعمل صوص الطماطة انه تخليه يفور 3 ساعة على النار. طبعا هاي هسه انا راح ابدي اسوي الكبابات الصغار. تقدرون هاي الكبابات تقلوها، وتقدرون انتو تسووها تستوي بهاي الطريقة. راح ابدي اسوي الف الكباب، عفوا باذنجان بهاي الطريقة، لاحظوا. وراح ابدي اخليها هنا نفس العملية، ابدي اخلي كباب، اخلي الفلفل، وابدي الف الباذنجان بهاي الطريقة واخليها بالبايركس. ليش اقول لكم هذه حلوة للعزايم؟ لانه منظرها كلش حلو، كل واحد يقدر ياخذ القطعة بحيث لا الشكل يتغير لا يتخربط. راح اكمل الباقي الوصفة وارجع لكم. وحبايبي هذا الشكل النهائي للتبسي الباذنجان الملفوف. وهنا هسه راح ابدي اخلي الصوص عليه. جبت لكم الصوص
لازم تخلوه هذا الشكل. أنا عندي كله مستوي، حتى الصوص مستوي عندي. راح أخليه أدخله بالفرن زين لحين ما تسبك عندي الوصفة أو أرجع لكم. وحبايبي هسه هذا هو الشكل النهائي لأكلتنا اللي هي اسمها ملفوف الباذنجان. طبعا من الأكلات المميزة والأهل بيتي يحبوها جدا جدا جدا. أتمنى إن شاء الله تجربوها وتنطوني رأيكم. طبعا تتقدم مع الرز وياها، مثلا تحطون تسوون سلطة، طرشي، لبن، حسب انتو اللي تريدون، وتتقدم بالشكل الجميل. وإن شاء الله يا ربي تعجبكم، ولا تنسوني بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. حبيت أشوفكم هذا الشيء، هذا يسموه كبر، ورد الكبر، طرشي كلش طيب، صديقتي جابت لي إياه وأنا جدا جدا أشكرها. وطعمها غريب طبعا للعلم، هاي أول مرة أنا أذوقها. وإلى اللقاء ومع ألف سلامة.